إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. كشف الإطار التونسي المهدي النفطي المدرب السابق لفريق الوداد الرياضي أن الجمهور الودادي هو من يتحكم في القرارات داخل النادي الأحمر. وقال النفطي في تصريحات صحفية: بالنسبة لي الجماهير هي نقطة القوة الوحيدة التي يمتلكها الوداد الرياضي. الجماهير تتخذ القرارات داخل النادي والنادي يمنحهم هذه القوة، والجماهير هي من تدير النادي. بالنسبة لعلاقتي مع اللاعبين كانت علاقة محترفة تماما، ولم يكن لدينا أي مشكل مع اللاعبين. وأتابع: إن المدرب دائما ما يكون معرضا للنقد، وهذا جزء من عمله، مشيرا إلى أنه فقد عمله مع الوداد عقب الخسارة مع الأهلي في كأس العالم للأندية. وأتابع النفطي: الإدارة توقعت الفوز على الهلال، لكن هذا مستحيل لأنني لم أكن أملك الفريق القادر على الفوز أمام الهلال. بسبب هذه المباراة تعرضنا للكثير من النقد. وأكد المدرب المذكور أنه قبل التعاقد مع نادي الوداد الرياضي إن علم ما سيحدث داخله لكان سيرفض تدريبه. يشار إلى أن النفطي كان قد أشرف على تدريب فريق الوداد الرياضي خلفا لعموتة قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج، ليتم تعويضه بغاريدو الذي أقيل بدوره بعد مدة قصيرة. للإشارة، فلم تتم إقالة النفطي بسبب مباراة الهلال فقط، بل بسبب سوء نتائجه في البطولة الاحترافية كذلك. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.